المارد الأحمر يمتص غضب جماهيره بعد هزيمة بلوزداد الأخيرة، ويهزم سموحة بثنائية نظيفة ليتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 7 مباريات. في يوم ميلاده وباحتفال البالون المثير للجدل، إمام عاشور الأهلي يتجاوز مساهمات إمام عاشور الزمالك ويحقق لقب رجل مباراة سموحة اليوم. الأشعة تثبت إصابة يحيى عطية الله بشرخ في الوجه، ومدة غياب اللاعب تقترب من شهر ونصف، وجرح قطعي في الرأس استوجب 4 غرز طبية يبعد ياسر إبراهيم عن الفريق الفترة القادمة، بينما يعاني المغربي أشرف داري من آلام في العضلة الخلفية. الاتحاد السكندري يقيل مدربه القبرصي بابا فاسيليو وجهازه المعاون بالكامل، ويعين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق للمرة السابعة في تاريخه. الزمالك يختتم استعداداته لمباراة أبو قير للأسمدة الخميس القادم في بطولة كأس مصر، وبنتايك يشارك في جزء من التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وعبد الله السعيد يرفض العروض الليبية ويتمسك بالتجديد للقلعة البيضاء. لجنة إدارة شؤون اللاعبين التابعة للاتحاد المصري تلزم نادي مودرن سبورت بدفع مبلغ 22 مليون جنيه مستحقة لورثة لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت، وخبير أجنبي إيطالي يقترب من تولي ملف التحكيم المصري. في كلاسيكو سعودي من الطراز الفريد، اتحاد جدة ينتصر على الهلال بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي للمباراة، ليتأهل النمور إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين. بعد أنباء رغبة الفريق الكتالوني بالتعاقد مع اللاعب، توتنهام يقطع الطريق على برشلونة ويجدد تعاقد مهاجم الكوري سونج هيونج مين لمدة موسمين، ورونالد أروخو يرفض عرض للانتقال إلى يوفنتوس.